بما اني مش باقي غير 25 يوم على امتحانات تالتة اعدادي، فالفيديو ده معمول علشانك عشان تجيب مجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مس منى محمد، مدرسة لمادة العلوم وأحياء لثانوية عامة. النهاردة في الفيديو ده أنا هتكلم معاكم على شوية خطوات كده المفروض إن انتوا تعملوهم وتمشوا عليهم في الفترة اللي جاية دي عشان الامتحانات. وإن شاء الله إن شاء الله حتى لو أنت ما فتحتش المنهج خالص، وما تعرفش أي حاجة عن المنهج، أو كنت بتروح دروس مثلا وحاليا مثلا بتروح برضو دروس ولكن انت مش بتذاكر في البيت نهائيا وما فتحتش المناهج وعايز تبدا بقى تلم نفسك خلاص الفتره دي، فالفيديو ده انا حرفيا هقولك تعمل فيه ايه. حتى لو انت كطالب ما تعرفش اي حاجه في المنهج، فصدقني بعد الفيديو ده هتطلع منه مستفاد، هتطلع منه عارف انت هتتصرف ازاي، عارف انت هتعمل ايه، عارف ايه الحاجات اللي هتيجي في الامتحان، وهتضمن درجه الامتحان في كل المواد حرفيا. وان شاء الله ان شاء الله باذن الواحد الاحد هتلاقي نفسك في اخر الترم جايب فوق ال 130 من 140. اول حاجه هكلمكم فيها، ويا ريت بجد نبقى صراحه مع بعض، احنا مش صغيرين، انت مش صغير، انتي مش صغيره، فخلاص يعني خلاص هو ما بقيش غير 25 يوم، فخلاص يعني ال 25 يوم يعني 25 يوم بجد. تمام، انت كنت بتلعب الترم كله، فخلاص تعالى ال 25 يوم دول تعالى على نفسك شويه عشان تجيب المجموع اللي انت عايزه، عشان تدخل المدرسه اللي انت عايزها. يعني ما تفضلش تقول ده لسه الوقت بدري، ما تفضلش تقول ده لسه الامتحانات، هذاكر في ليله الامتحان، هلم المنهج في ليله الامتحان، ويكاد ان فعلا في ناس على فكره بتعمل كده. انا ما برشحش كده لكل الناس، لان مش كل الناس عقلياتها واحده، مش كل الناس قدراتها واحده، فكل الناس قدراتها واحده فانت طبيعي في حاجات كتير هتفلت منك، فانت لازم لو بدات من دلوقتي لحد ايام الامتحانات ان شاء الله ان شاء الله هتكون مقفل المواهب. ولكن لو انت قعدت تراكم وقعدت تسوف وقعدت تاجل لحد الامتحانات وتقول ده لسه بدري، ده انا لسه هذاكر ليالي الامتحان او قبل الامتحانات باسبوع، فصدقني بجد والله انت مش هتلم كل حاجه. حتى لو سبتها لحد ليالي الامتحان او لو سبتها لحد قبل الامتحان باسبوع، فمش هتلم اي حاجه على فكره، او هتلم حاجات بس حاجات صغيره قوي. فبجد بجد بجد كفايه تسويف، كفايه تضييع وقت، كفايه تضييع وقت في حاجات ملهاش اي يعني لازمه، تمام، حاجات تافهه. كفايه بجد كفايه، حاولوا ان انتوا تجتهدوا وتنووا بجد، تنووا بجد ان انتوا الفتره دي او الشهر اللي باقي ده او ال 25 يوم اللي باقيين دول ان انتوا تجتهدوا فيهم عشان تفرحوا نفسيكم وتفرحوا اهاليكم وتجيبوا مجاميع وتدخلوا المدارس اللي انتوا عايزينها. بجد كفايه، احنا مش صغيرين. احنا على فكره لو ما نجحناش في حياتنا مفيش حد هيقف جنبينا بعد كده، لو ما نجحناش في دراستنا مفيش حاجه هتنفعك غير دراستك بعد كده. فانوي بجد ان انت تجتهد الفتره دي، او مش علشان خاطر نفسك لو انت شايف نفسك يعني فاشل وشايف نفسك ان انت مش عايز تبقى حاجه، فعشان اهلك، عشان اهلك اللي تعبوا معاك، عشان اهلك اللي بيصرفوا عليك، عشان اهلك اللي بيودوك الدروس على اساس ان انت تطلع لهم حاجه كويسه، وعلى اساس ان انت تجيب مجموع وتفرحهم قدام الناس ويفتخروا بيك. فبجد يعني لو انتوا مش هتتعبوا عشان نفسيكم، عشان اهاليكم، عشان ربنا اللي شايفكم، عشان ضميركم يبقى مرتاح في الاخر، خليك عارف ان اهلك مستنين منك اي حاجة حلوة تفرحهم بجد، لان هم اكتر ناس تعبوا معانا، اكتر ناس ربونا، اكتر ناس يعني كانوا واقفين معانا في كل حاجة. فما تجيش انت مثلا على الحاجة البسيطة دي فانت تزعلهم، لا، حاول ان انت تفرحهم حتى لو بمجموعك اللي انت هتجيبه ده، فهم بيفرحوا بجد. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي تنظيم الوقت. بما انكم انتوا كطلبة في تالتة اعدادي مش بتروحوا المدرسة، يعني انتوا مش بتروحوا المدرسة، فوقتكم كله معاكم. يعني انا عايزة اقول لكم انتوا الصبح قاعدين، بالليل قاعدين، في نص اليوم مثلا بتروحوا دروس، ده يكاد ان في ناس ممكن ما بتاخدش دروس، فاليوم كله متاح معاك. فانت هتذاكر في اي وقت. لو هنتكلم على تنظيم الوقت فانت معاك اليوم كله تقدر تنظمه براحتك. لو انت شخص بتروح الدروس وعندك دروس كتير، انا برشح للناس ان هي تذاكر في وقت الصبح، وبالذات خصوصا في الوقت اللي هو بتاع الصيف ده، لان الصبح بيبقى طويل لكن بالليل بيبقى قصير فبيعدي بسرعه، ما بيبقاش فيه بركه زي الصبح، تمام. انما الصبح في وقت الصيف او في موسم الصيف بيبقى الصبح بتاعنا طويل، يعني فتره الصبح دي بتبقى طويله، فحاول ان انت تستغلها على قد ما تقدر. يعني ثالث حاجه هنتكلم عليها وهي انا هذاكر ايه وهبدا ازاي وهعمل ايه وهمشي ازاي. كل ده هقوله لك في النقطه رقم 3. اول حاجه انا عايزاك تفهم ان
فكرة إن أنا أذاكر من الأول خالص، يعني من أول درس خالص، مش هنعمل كده، أكيد مش هاخلّيكم تعملوا كده، إن أنت تذاكر من أول درس خالص ولحد آخر درس في كل مادة، ده تضييع وقت، بجد، بجد تضييع وقت، أنت هتضيّع وقتك على الفاضي، لإن عايزة أقول لك بكل صراحة كده إن اللي بييجي في الامتحان ما هواش كل المنهج، اللي بييجي في الامتحان 20% بس من المنهج، طَب يطلع واحد فصيح نصيح كده يقول لي إيه، طَب يا مِس إحنا ليه بنذاكر كل المنهج طالما هو اللي هييجي في الآخر 20% بس، يعني أنا ليه أذاكر الكتاب من الجلدة للجلدة طالما اللي هييجي في الآخر 20% بس؟ هاقول لك علشان أنت مش بتبقى متوقع ال20% دول، أنت مش بتبقى عارف أنهي 20% بالضبط اللي هييجوا في الامتحان، فعشان كده أنت مطالب إن أنت تذاكر المنهج كلّه، وفي نفس الوقت هي المذاكرة أصلًا والحاجات اللي إحنا بندرسها مش مجرد بس حاجات أنت بتاخدها عشان تنجح فيها، دي حاجات أنت ممكن تستفيد بيها في حياتك اليومية، بس أنتم ما بتعملوش كده، يعني أنت المفروض كطالب إن أنت المعلومة اللي أنت بتاخدها بتوظّفها في حياتك اليومية، ما هياش معلومة وخلاص أنت بتدرسها عشان تنجح فيها وتجيب مجموع، بس إحنا فاهمين التعليم بتاعنا هنا غلط. المهم إن دي مش مشكلتنا، خلّينا نكمّل إزاي نلِم المنهج. طَب يا مِس أنا المفروض أعمل إيه علشان أضمن ال20% اللي أنتِ بتقولي هييجوا في الامتحان؟ عشان أضمن ال20% اللي هييجوا في الامتحان بتاعي في كل مادة، لازم أحِل امتحانات المحافظات. لو أنت ما حليتش امتحانات محافظات، وحتى لو أنت مذاكر المنهج كله وما حليتش في الآخر وما لحقتش تحل، فأنت بالتالي كل اللي أنت ذاكرته هتيجي في الامتحان مش عارف تطبّق عليه. عندينا شخص بيذاكر من أول الترم لحد آخر الترم ومخلّص المناهج بتاعته ومذاكر كويس أوي، ولكن ما حلّش أي أسئلة، ما حلّش أسئلة خالص أو بيحل أسئلة بس مش أسئلة امتحانات أو مش زي اللي بتيجي في الامتحانات بتاعة آخر السنة، وعندينا شخص تاني حل امتحانات المحافظات كلها وفهمها كويس وثبّتها في عقله وذاكرها تمام، ودخل الامتحان، ده دخل الامتحان وده دخل الامتحان، يا ترى مين اللي هيجيب مجموع أعلى؟ متوقعين مين اللي هيجيب مجموع أعلى؟ اللي حل امتحانات المحافظات مش اللي كان بيذاكر من أول الترم، عارفين ليه؟ لإن اللي بيذاكر من أول الترم هو ذاكر المنهج كله، فأصلًا already هو كل المنهج في دماغه، متلخبط في دماغه، ولكن الشخص التاني اللي حل امتحانات كتير هو ما ثبّتش أصلًا غير الأجزاء اللي هي محل موضع أسئلة، هو ما ثبّتش وما ذاكرش غير الحاجات اللي هي أصلًا هتيجي في الامتحان، فطبيعي جدًا أنتم عشان كده لو بصيتوا هتلاقوا في ناس كتير أوي بتيجي قبل الامتحانات بتجتهد وبتذاكر تمام وبتعمل اللي عليها مثلًا في الشهر اللي قبل الامتحانات أو في الأسبوعين 3 اللي قبل الامتحانات وتلاقوهم جابوا مجموع عالي، فأنتم تستغربوا تقولوا طب دول جابوا مجموع عالي إزاي؟ هم لعبوها بذكاء، هم ذاكروا بذكاء، هم بقوا يحلوا أسئلة كتير وياخدوا أفكار وياخدوا يطبّقوا ويحلّوا، يطبّقوا ويحلّوا لحد ما الحاجات دخلت في دماغهم وخلاص ثبتت، أي سؤال بيقابلهم هم خلاص بقيوا عارفين إزاي يتحل. طب دلوقتي يا مِس برضه أنا أعمل إيه عشان أحل الامتحانات دي وعشان أضمن ال20% زي ما أنتِ قُلتِ؟ إحنا قُلنا هنحل امتحانات المحافظات، طب هامشي إزاي أو هاحل كام امتحان أو هاتصرّف إزاي في حل الامتحانات بالضبط؟ مبدئيًا كده عايزاك تعمل لنَفْسك جدول إن أنت كل يوم هتحل 5 امتحانات. كل يوم من دلوقتي من بعد الفيديو ده أو من بُكرة يعني تمام بعد ما تسمع الفيديو ده، أنت هتحل 5 امتحانات، امتحان رياضة، امتحان علوم، امتحان English، امتحان دراسات، وامتحان عربي تمام، أنت عندك 5 مواد، فكل مادة حِل لي فيها كل يوم امتحان، لا يقل عن امتحان، حِل الامتحان كامل. طَب هتقول لي مثلًا أنا دلوقتي مش مذاكر أصلًا وأنا مش عارف حاجة وأنا ما عنديش علم بأي معلومة في المنهج أو ما كنتش باذاكر، أنا عارفة إن أنت ما كنتش بتذاكر، أنا عارفة إن أنت ما فاتحش المنهج ويكاد إن في ناس أصلًا لسه في مواد ما فتحتهاش أصلًا ومراكماها وسايباها لحد قبل الامتحان بأسبوع. اللي أنا عايزاك تفهمه إن أنت هتعتمد في حل الامتحانات ده، هتجيب الحل من اليوتيوب، أنت مش هتحل لوحدك،
انت اليوتيوب هو المصدر اللي هيساعدك، انت عندك اليوتيوب هو المصدر اللي هيساعدك في حل الامتحانات دي. فانت هتمسك امتحان في كل مادة، هتعمل رتم لنفسك ان انت هتفتح فيديو على اليوتيوب للامتحان اللي انت عايز تحله، وتبدأ ان انت تشوف الفيديو ده وتسمعه كويس وتطبق الحل وتكتب وراه. يعني لو في أسئلة مثلا وحاجات محتاجة مثلا حل وخطوات وكده، فانت هتطبق ورا الشخص اللي بيحل ده وتشوف هو حل ازاي، وتفهم الفكرة اللي حل بيها والقانون اللي حل بيه والطريقة اللي حل بيها. لو في تعريف فانت هتحفظه، لو في اي حاجة محتاجة حفظ انت هتحفظها وتثبتها بعد ما تفهمها. فانت كأنك بتذاكر بالظبط. يعني انت في حلك للامتحانات انت مش بس هتكتفي بان انت تحل مجرد امتحانات وخلاص، لا، انا عايزاك تحل بذكاء، تحل كأنك بتعدي على المنهج كله وبتذاكره. يعني انت بتحل وبتذاكر، بتحل وبتذاكر. فانت كل يوم هتحل 5 امتحانات في ال5 مواد اللي عندك، لحد ليالي الامتحان هتكون حالل ال26 محافظة في كل مادة، هتكون حالل المحافظات كلها. عايزة اقول لك حاجة، انت في بداية الحل في اول 5 محافظات انت هيساعدك فيهم اليوتيوب، وهتفتح يوتيوب وفيديوهات يوتيوب وتشوف حل المحافظات دي وتبدأ ان انت تحل وتطبق وتذاكر ورا الشخص اللي بيحل. تمام. طب هتيجي بعد كل 5 امتحانات في مادة هتحلهم، هتيجي بعد ال5 امتحانات دول هتلاقي نفسك ان انت في حاجات كتير قوي بدأت ان انت تحلها لوحدك. ليه؟ لانها عدت عليك، افكار عدت عليك في الامتحانات اللي قبل كده. فده هيسهل عليك. انت كل ما هتحل اكتر كل ما هتلاقي ان انت خلاص في حاجات ثبتت، فانت بقيت بتحلها لوحدك. فلما تيجي تقابلك في اي امتحان تاني هتحله جديد هتلاقي الموضوع سهل.